الحيوانات التي جاءت الأخبار عنها في الجنة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما جاء منها أنها حيوانات مخصوصة بعينها في الجنة، مثل كلب أهل الكهف وناقة صالح عليه السلام، وهذه لم يصح منها شيء. والقسم الثاني ما جاء ذكره في القرآن والسنة مما أعده الله المؤمنين في الجنة، سواء نص عليه كالطيور كما في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، أو أطلق ذكرها كقوله تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. والقسم الثالث ما ورد في السنة الصحيحة من النص على بعض الحيوانات بعينها أنها في الجنة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها فإنها من دواب الجنة، والمعنى امسحوا عنها التراب أو امسحوا ما سال من أنفها إصلاحا لشأنها ورعاية لها. وعن ابن مسعود الأنصاري قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. قال النووي قوله معنى مخطومة أي فيها خطام، وهو قريب من الزمام. وقد ورد في أحاديث صحيحة أن أرواح الشهداء في حواصل طير في الجنة تسرح حيث شاءت، وأن الجنة فيها أيضا خيل. وينبغي أن يعلم أن الطيور والخيل والإبل التي في الجنة لا تتفق مع ما في الدنيا إلا في الأسماء فقط، أما حقيقة صفتها فلا يعلمها إلا الله تعالى، غير أننا نعلم أنها في غاية الجمال والبهاء، لأنها من أنواع النعيم الذي أعده الله تعالى لأوليائه في الجنة. نسأل الله تعالى أن ينعم علينا ويدخلنا الجنة برحمته، إنه جواد كريم.